الخطوات الأولى قد تحدد مسارك، ومنها ستلامس ما تريد. الصورة التي أرادها المنتخب الجزائري أمام أوغندا أرادها شديدة الوضوح، صورة لم يكن فيها تفكير بوغرة هادئا قبل البداية وبعدها في الأمتار الأولى. كل هجمة تعتبر فرضية حل، تعتبر أساسا لجس نبض. فشل المحاولة ونجاح التصدي استلزم التشجيع الإيجابي. ساد الهدوء وكسرته الابتسامات. الذي حدث بعد ذلك أن جمود النتيجة السلبية كسر أيضا من القائد الجزائري أيوب غزالة، الذي أضاف للقبه صفة الانقضاض. رأسيته منحت التقدم للجزائر. بقي من وقت الشوط الأول 10 دقائق. من تحررت نفسيته أراد إضافة الثاني ولم يفلح، ومن أربكه تأخر فريقه كانت ملامحه ناطقة. لم يهدأ النقاش الثنائي على ما سيحصل في الشوط الثاني، وفيه أطلت التوجيهات العصبية. أصحاب الأرض يتأخرون بخطوة، والعودة إلى نفس خط البداية كانت تنقصها مسافة أمتار، ربما هي نفس المسافة بالمتر التي كانت تنقص بالحسيني لكي يتقدم للجزائر خطوة أخرى. بعض الإشارات تفهم دون حروف تنطق. بنيت الهجمة على التعليمات، وأضيف لها مجهود فردي مميز من عبد الرحمن مزيان. إنه الثاني. سادت الدهشة بعدها عند الباحثين عن التعادل. على النقيض أصبح نطاق الفرح واسعا. المتضرر من الهدف الثاني طالت عملية ترميم خطوطه. استغل الهجوم الجزائري التصدعات للمرور نحو الثالث بثلاثي هجوم وبتمريرات محبوكة ختمها بايزيد وكأنه يوقع أسفل اللوحة. اختتم الثلاثية. هذه النتيجة لم تهتز ولم يضايقها أي هدف. بوحلفاية أكد ذلك. الجزائر فازت